المنتخب الوطني غيلعب من اليسار الى اليمين من شاشتكم بأقمصة خضراء، بينما منتخب أنغولا غيلعب من اليمين الى اليسار من شاشتكم. في هذه الأثناء أعطيت الانطلاق. رقم 6 باولو سيلفا يدخل الجي كاينش خطا. صابر عميق نحو المعترك والهدف. كتمشي تدخل العريض تحولها للزاويه على اثر هذه المحاوله الممتازه اللي كان وراءها صابر. خرج كره ممتازه كما تلاحظوا. شيبو بالراس والحارس يحول الكره للزاويه. توزا دائما محتفظ بالكره باولو رقم 7. خطيره هذه الكره في الجهه اليمنى التمريره وهناك روسي يحول الكره للزاويه. سيلفا داف كره دائريه خروج برازيل واخيرا تدخل صابر. الزوزي صابر شيبو كان طالع كتمشي عند وكيلي ولكن احد المدافعين تدخل تحول الكره للزاويه. داف كره دائما نفس المكان تيقذف فيه صابر. الزوزي بعيده على مرمى نوندو. صابر تلعب بزاف في الامام داخل الخطه التي التعليمات اللي عطيها للمدرب السيد هوري ميشيل. شيبو خلال الكره اللي عند حضروي لاعب شيبو يصبح هجوم مضاد لمنتخب انغولا من الجهه اليمنى. هذا كينزينز وحسن حظ برازيل في المكان المناسب كيدخل شيبا دائما والحضريوي يقذف هو حجي ولكن ما شكلتش خطوره على الحارس نوندو. باولو رقم 7 وضربة الماء. شيبو عند وكيلي في اتجاه شيبا بالراس ما تمكنش من الوصول للكره، او عفوا هذا كان خطابي ما تمكنش من الوصول للكره. تتمشي الحضريوي الان. شيبو الحضريوي من جديد عمليه 1-2 والدفاع تيدخل شيبو وكره سهله تتمكن منها نوندو حارس. بعض الرياح هي الان مساعده للمنتخب الوطني في هذه الجوله. رياح تهب. محاوله خطيره جدا لمنتخب انغولا ولكنها لم تستغل. محاوله خطيره جدا. تشاهدوا هذا هو كينزو. ما كاين شروط والحارس يدخل على القوية ديال الخطابي ثم ديال شيبو الثانية. لاحظوا التمريرات ديال وكيلي باتجاه الخطابي اللي ما كانش في وضع تسلل تيقذف باليسرى قذفة قوية وتدخل ممتاز ديال نوندو ثم من جديد شيبو ولكن فوق المرمى وتتضح المحاولة للحضريوي. العزوزي للخلف اتجاه شيبو ولكن احد المدافعين ومحاوله بغى يفاجئ حجي الحارس اللي كان خارج من المكان ديالو نوندو. كره وكيلي تعود على كره القدم الافريقيه الاعتماد على القوه. وكيلي الوراء عند الحضريوي من جديد طب كرة تصبح كجناح ايسر خرج وتدخل الحارس الوطني.
صابر وين غينفذ هذا الشوط بالفعل. شيبا محاولة ممتازة ديال الخطابي في هذه اللقطة الجميلة جدا. الخطابي اللي تشاهدوه امامكم الان، علي الخطابي المحاولة. لاحظوا اعادة القذفة القوية، العمود الافقي تنوب على هذا عميقة جدا باتجاه الخطابي، ولكن تجي احد المدافعين وتحول الكرة للزاوية. صابر زاوية خارج دائما جيد منطقة الجزاء، ولكن ديال شيكو عند لويس ميغيل عميقة نحو قلب الهجوم. كيتمكن من الكرة، خرج وروسي يسجل في المرمى ديالو، وهدف لمنتخب أنغولا. روسي يسجل في الشباك وذلك في الدقيقة 35. تدخل ديال روسي يبغى يحول الكرة للزاوية، ولكن تمشي تستقر في الشباك ديال الحارس أبرازي، وذلك تكون هي الإصابة ديال الامتياز. شيبو لعند شيبو من جديد غادي يخرج بالفعل، خرج كرة فقط. هناك الدفاع بعد الكرة للزاوية. صابر قذاف والعزوزي، ولكن ضائعة. صابر غادي يخرج بالفعل، خرج كرة وتمشي ضائعة. هذا منتخب أنغولا النتيجة المرسومة لحد الساعة. حجي قذفة قوية، ممتازة هذه المحاولة، محاولة ممتازة. حضري أمامه شيبالا، طال العزوزي غيقذف بالفعل كرة أرضية، ولكن ما خلقتش خطورة على نوندو. وفي هذه اللحظة يعلن الحكم السيد حدقة على نهاية الجولة الأولى بالنتيجة المعروفة اللي هي 1-0 لصالح منتخب أنغولا. إذا نودعكم الآن على أمل الاتصال بكم في بداية الجولة الثانية من هذه المقابلة. مناسبة فشكر فيها المغرب ملكا وحكومتنا على هذه الدعوة. قال انه سعيد هو غيقضي بعض ايام من هذا الشهر العظيم في هذا البلد الاسلامي. الاسطوره محمد علي هيا الى بطل الابطال. صورة تذكارية مع السيدة نوال المتوكل كاتبة الدولة الشبيبة والرياضة وجنرال علي. صورة تذكارية لمحمد علي والمنتخب الوطني. كذلك تلتقط له صورة تذكارية كذلك مع عناصر منتخب أنغولا. الانطلاقة الآن المقابلة الودية تتم بين المنتخب الوطني ومنتخب أنغولا. انطلقت الجولة الثانية في هذه اللحظة. جوج التغييرات وقعت لحد الساعة في صفوف المنتخب الوطني، فخرج الحارس برازي وتم تعويضه بالحارس أسمر بداية هذه الجولة. إذا خروج العزوزي ودخول مغوغي، وخروج برازي ودخول أسمر. الحضريوي قذاف، تتصطدم بأحد المدافعين، تصبح كرة من جديد عند المنتخب الوطني وحجي، ولكن بدون خطورة على نوندو. حضريوي قذاف، كرة أرضية وهدف، والمسجل هو حجي، والدقيقة هي 55 ثانية من الجولة الثانية. إعادة الحضريوي، قذفة قوية مركزة،
الحارس نوندو ما تمكنش من الكره، تترجع امام حجي وما بقاتش الصعوبه باش يركن الكره في الشباك ديال نوندو، وتكون بذلك هي اصابه التعادل. وكيلي لصابر، صابر خرج، تفاوت خريجه في نفس الوقت، ما قدر يوصلها حتى شي لاعب لانه كانت مشات قويه جدا هي مع فريق فيرغيريس برازيل. بطبيعه الحال كان الحراسه ديال المنتخب الوطني في الجوله الاولى. اخيرا شيبو اتجاه وكيلي، الهدف الثاني للمنتخب الوطني بواسطة وكيلي، والدقيقة 11 و30 ثانية من الجولة الثانية. تمريرة ممتازة ديال شيبو، انطلاقة ايضا ممتازة ديال وكيلي يتخلص من الدفاع، خرج الحارس ورفع عليه الكرة بطريقة ممتازة جدا، والإصابة الثانية. الدقة 11 ووكيلي يضيف الإصابة الثانية للمنتخب الوطني. وراء الكرة أمزين هو اللي عنده الآن الكرة. أمزين خرج اتجاه وكيلي، ولكن شكلت وممتازة هذه المحاولة واش يتمكن منه العناصر الوطني، ولكن الحارس نوندو كان هو الأسرع. شكون يقذف الحضريوي الآن، خرج فقط تدخل الدفاع. صابر ولكن تتعلو، حسن الحظ ان اسمر كان في المكان المناسب. حجي ممتازه عند وكيلي، ولكن ما تمكنش من الكره، مشات عند مغوغي، ولكن التمريره ديالو كانت عند الخصم. التدخل الناجح ديال شيبو، لعب بواحد الحماس كبير شيبو. نتمنى ان الاصابه ديالو تكون بسيطه غير مؤثره. خطير هاد اكوا، يتدخل الروسي هاد المره، وقذفه بدون اتجاه ديال اليد. راغب ابرامي، حضريوي، قذفه قويه لكن بعض الشيء بعيده على مرمى نوندو. نفذت ضربه خطا زيتو بدون خطوره على اسمر، ولكن الدفاع تتدخل. ها كاين الشروط. اكوا الان، خطيره جدا هذه المحاوله، فرصه سانحه لتسجيل. نيبت الان، لانطلاق نيبت. وكيلي في اتجاه حجي تدخل عميد المنتخب ديال انغولا بيدرو تيحول الكره للزاويه. هذا هجوم كان منصف، ضيف كره ارضيه. راول ضربة مرمى، لا ما خرجتش الحكم ما رفعش العلم ديالو، اذا ما خرجتش هذه الكره. دائما الكره لمنتخب انغولا التي يبحث عن هدف التعادل في هذه اللحظه، ولكن هناك العملاق نيبت اللي خدا الكره وتصبح هجوم مضاد. حجي غينزل كره ممتازه لما ما تمكنش منها اسمر. وكيلي، ونهاية اللقاء الودي الإجماع بين المنتخب الوطني بنظيره الأنغولي، واللي انتهى بالنتيجة المعروفة اللي هي